الله يعطيكم العافية وحياكم الله. عندي اليوم مثل كويتي وبقول لكم متى ينقال هالمثل. يقول من السكوتي موتي، من السكوتي موتي ومن المطقطق لا تخاف. شنو هو السكوتي موتي والمطقطق لا تخاف؟ الحين وحدة القلب نظيف منها لله، ما عندها النوايا القشرة، انتي حق رفيجة يارة تسولف عادي صديقتها، والله شوف بنسافر، طلعت فلوسنا، ولدي كذي، الصغير بخطب له، بروح الديرة، بتروح معاي أمي، شرينا كذي ويبنى شيء جديد، وهذيك مشفته دينها صاجه صاجه توهوه صاجه بادليها نفس الكلام. انت بعد عندك اكثر، قولي والله انا بعد بنتي مخطبه، وان شاء الله اذا الله كتب بخطب لولادي، ونبني الدور اللي فوق، والحمد لله بنسوي حديقه برا، وبنفك سياره حق فلانه، الحمد لله بنتي توظفت. ليش ما تطلعين اللي بقلبك؟ هو هذا حكي عادي، مو سر. هذه تزوع كل اللي بكبدها مسكينه، وهذه وإيه هذه بس تسجل عيون التلاقط وتروح. هذه أنا قلت الله يرحمهم قبل يقولون مطبقة رحاتها على طحينها. الرحات تعرفونها صخرة، أخو الرحات صخرة ثقيلة وفيها هالعود يطحنون، لا صار فيها الحب وطبجتين ثقال على بعض وما حد جاسها، مطبقة ما تطحن خويا، مو كهرباء، هي تقضبينها وتطحنين. كلكم تعرفون الرحات، واللي ما لحق عليها يشوف صورتها في المسلسلات القديمة وفي المتاحف. هذه الرحات مطبقة رحاتها على طحينها، ما تندي ما تطلع. وهذه تقول اللي عندها، عشان كذي يقولون من السكوت موتي، ساكتة، ومن المطقطق لا تخاف، اللي مسكين ويقول كل اللي عنده سواء ريال ولا مرة. ما تندي، شنو ما تندي؟ لا صار عندك مثل كيس شيء يسرب شوية ماي، طلعتي سرب، هذا يندي. الماي طبعا لأكثر من وصف، ما يندي يهتول، لا صار يروح مني ومني، يقول شايل الماعون يتصافق، يهتول يندي، يسرب اللي بسكات، يخر. قبل لا هذا الترسنا للتانكي قلنا يخر اللي ينقط، يخر ماي، وهذا ينقط، وهذا يسرب، وهذا يندي. لها مسميات وايد ترى، بعدين أشرحها لكم، وحياكم الله. عندنا أول أهلنا كل شي فارقين ومخهم صافي وما دخل عليهم هالأشياء، لا قعدوا في المقعد ثري كله حكم، ما يحكون بالناس ولا يرضون أحد يطارح حد، حكيهم حكم، سوالف وقصص وأمثال، خاصة بعد بالليل لا نسدحوا، حزاوي وسوالف وأمثال وقصص ومواقف صارت. يطري علي أمي تقول وحدة قبل، شوفي شلون أول يتنقصون النقصة، الحين يتنقصون بس مو مثل أول. ساعات الواحد ما يذكر أقرب الناس له. أول عندنا بالكويت لا صار البناني، البناني أخو عيالنا منا وفينا، أهل الكويت كلهم معروف فلان وفلان وفلان بناني. الصدقون القدة يصير حلو، لأنه حق ريايل الكويت، مو مثل بناني الحين، مو كويت يعني، ما أقدر أقول، بس اختلف الوضع. البناني هذيلي لا صار سووا لهم قدة حق البناني، يسوي لهم أكل مميز من راس مرفوع، يروحون إذا هي في شرق تقول بتنقص قدة البناني، يا سمك يا لحم، الدياي نادر، تروح تمشي حرة الشمس ولا تطرش هاللقمة في طاسة الدهن، تقول ما يطوف من بلعومي وأختي ماكلته ولا عمتي ولا خالتي ولا أمي، وتوديه يتنقصون لهم نقصة. والفريج كله ياكل من أكل البناني،
لأن أكل يتنقصون، لاياتهم نقصة، ولا مثل الحين موسم الخلال، ولا يحطون يفترون هالصبيان على البيوت كلها يوزعون، ما يطوف من بلعومهم إلا يوزعون. النقصة، الخلال، ليا قبل من البصرة شيء بخصم ولا شيء وزعوه، ليا من الفنطاس ولا الجهرة خضرة من ذي مزارعهم، مشهورين بالمزارع، معروفين، وكله محلي، ماكو شيء مستورد ترى، كله محلي. يحطون تشوفين لي أهل بهالزبيل، ماكو أكياس مثل الحين، أكو زبيل ولا يحطه بحضنه، أكثرية بحضنه. الكنار، موسم الكنار، البمبر، كله يتنقصون ويودون أول. ولا صار واحد مثل عندي، عنده واحد راعي ديوان وعنده واحد إصبي، أول كله ما يقولون كافلينه، يقولون ضامينه يعني في وجهنا، إحنا مسؤولين عنه، هذا الضم يعني أضمه أحتضنه. هذا اللي ضامينه يصبق هواء ويروح ويا وهلا عمي وهلا عمي، ويعرف أهل الديوانية تفضل ويهلي ويرحب وكله، وهو مهتمل شيديشة منتفة ولا وزارة عليه ولا القتيرته تشحين عليها، شو أقول لك. ولا سألوا الريايل قالوا على هدومك كذي في هالديوان الحلو تصبق هواء وتباشر، هالريايل يدخلون أكبر هوس منها وانت كذي البس عدل، على عمك ما يتسيك. قال مو عمي ما يشوف صاج، هذا مثل. عمي يشوفني كل يوم أقلط له وأحط له وأصب له الشاي وأصب له القهوة، ما يشوف هدومي وهو اللي مسؤول عني. عاد صار مثل على عمك ما يتسيك، قال مو عمي ما يشوف، عمي عيونه كبار تاخذ تبحلق لو يبيك السانة. صح كلامه.